السلام عليكم ايها الرائعون. سوف نتحدث اليوم سويا عن تمرين الليج اكستنشن او الجهاز الامامي. اهم حاجه لما نيجي نشتغل على الجهاز ده ان احنا بنراعي دايما الجلسه بتاعتنا، وضع الكرسي يبقى عامل ازاي. احنا بنكون مريحين ظهرنا تقريبا ورجلنا بوضع 90 درجه، بيكون اسفل الظهر مستريح والفخذ مفرود بطريقه كامله واخد راحته، وبنوضع المسند بتاعنا على قصبه الرجل مش على وجه الرجل، بنحطه على القصبه، بنضع المسند على القصبه وعلشان نعمل الاسترتش بتاعنا وعلشان نعمل الاكستنشن بتاعنا اللي هو فرد الركبه بتاعتنا وتانيها، علشان نفردها بنفردها عن طريق القصبه مش وجه القدم. لو حطينا على وجه القدم بيحصل مشكله ان هنا بنشغل العضلات بتاعه القصبه واحنا مش عايزين نحمل عليها، ومع الحمل الزايد بيحصل جهد على القصبه وعضلات القصبه اللي هي التبياليس انتيريور، فبالتالي بنوضع على القصبه نفسها علشان نطلع بيها ونشغل الاماميه بتاعتنا وننزل تاني، نطلع نعمل ستريتش وننزل تاني، اكستنشن وننزل تاني. طبعا الجهاز ده مهم جدا ومن اهم الاجهزه للعضلات الاماميه او العضلات الرباعيه اللي هو الكوادريسبس، اللي هم 4 عضلات: ريكتاس فيمورس وفاستس ميدياليس فاستس انترميدياس فاستس لاتراليس. طبعا دي اسماء العضلات اللي حابب برضو يعرفهم. تحياتي. لو حابب تتفرج على فيديوهات اكتر وتتابع اكتر تقدر تتابع الصفحه بتاعتنا، عليها اكتر من 500 فيديو يخص كمال الاجسام والتغذيه والكلام ده كله. ايه تاني ممكن نقوله؟ اقفل يا ابني.